نحن في فلسطين منذ مدة طويلة لنا يعني مكتب، احنا مؤسسين مكتب سبق قانوني يعني معتمد في كامل فلسطين يعني، ولكن هو مقره الأساسي في غزة. فلهذا احنا تعودنا أن نشتغل في حروب داخل غزة، وتعودنا يعني منذ بدأ الحصار ونحن موجودون في غزة يعني. فكل المناطق اللي في غزة موجودين فيها، سواء كان في الشمال أو في الوسطى أو في الجنوب أو في رفح أو في أي منطقة موجودين. عندنا شبابنا وعندنا يعني كما نقولوا احنا في بلادنا هنا الولايات المحافظات موجودين فيها يعني. فاحنا لما جت الحرب هذه اصلا احنا كنا مجهزين الحرب قبل هذا الوقت يعني. احنا طلقنا حملة الوعد المفعول، طلقناها في جويليا لأننا يعني كي شفنا التجاوزات الخطيرة اللي كان يقوم بها الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى، استشرفنا باللي كاين حرب في الأفق مع اتصالاتنا مع تواجدنا في المنطقة، فبدينا نجهزوا في المستودعات وبدينا نجهزوا في المآوي في كل مكان. ولكن ما كانش عندنا يعني نظرة بلي الحرب راح تكون شرسة بالشراسة هذه وبهذا الطغيان وبهذا الوحشية اللي كل يوم تزيد. فاحنا حضرنا نفوسنا في اليوم الأول كنا متواجدين في كل المناطق. ولكن أخطر ما في العملية هو القرار اللي أخذناه بفتح المآوي، لأن المآوي عادة في الحروب هي تفتحها الأمم المتحدة عبر يعني منظماتها الأونروا وغيرها. فلما جينا نفتحوا المآوي احنا كنا جربنا في سيف القدس، فتحنا مأوى ونجحنا. المرة هذه فتحنا 7 مآوي، بدينا ب2 3 4 5 6 وبدأت تتفاقم الأمور وبدأت تتفاقم حتى وصلوا إلى 7 مآوي. 7 مآوي اليوم، 4 موجودين في الشمال يعني قاعدين يخدموا للساعة اللي راني نتكلم فيك الآن، قاعدين ينشطوا والحصار مطبق علينا من كل مكان يعني. والحروب يعني الحرب هذه راهي ضروس، تعرف الكيان الصهيوني اليوم تجاوز كل الخطوط الحمراء، ما احترم لا مستشفيات لا مساجد لا كنائس لا جرحى لا اطفال لا نساء. حتى القصف هذاك يقصف وخلاص. بكري كان في حروب ينذر الناس، قال مثلا اخرج من بيتك الان راح نقصف لك بيتك، الان ولا شيء، ويقصف خلاص وانتهى الامر في اي مكان، ولم يبقى في غزه مكان يعني امن. بعد قبل 5 ايام بدات الظروف تصعب علينا. علاه؟ لان الأونروا تخلت على المراكز تاعها في الشمال، والسبب هو وشنو؟ انه استشهد منهم خلق كثير يعني، فاتوا 110 واحد وهذول مسلمين يعني، ولكن شغالين في الأونروا تحت العلم تاع الامم المتحده. فهذوك الناس اللي تخلوا عليهم يعني اصبحوا ياتون الينا يعني. بعد ما كنا نتكلموا على 60,000 70,000 احنا نقوم، الان رانا مئات الالاف وما تقدرش تحصيهم وماناش قادرين عليهم وحدنا. لاننا يعني بقينا وحدنا ده في الشمال. الان بقات جمعيه البركه وحدها في الشمال. فلهذا لما يعني الكيان الصهيوني شاف باللي الجمعيه هذه وتخدم وتكسر له في بنك الاهداف تاعو، لانه عنده بنك اهداف، هو الهدف الاولي هو انه يكرازي المقاومه ويهجر الشعب. المقاومه ما قدرلهاش لان اثبتت وجودها على الارض وادائها اليوم يعني يشهد له القاسي والداني، ويوميا فيديوهات طالعه وانجازات عسكريه عظيمه جدا جدا، حتى ان الناس الان مبهورين كيف هذا القتال في بقعه صغيره وهذه الانجازات العظيمه لدرجه انه في 72 ساعه قضوا على 60 دبابه، وما ادراك ما دبابه الميركافا يعني اول دبابه في العالم. بقى الشق الثاني هذا هو مهمه المجتمع المدني، مهمه الجمعيات والمنظمات اللي هو الجانب الانساني، الشعب. لان الشعب كي قصفوه كثير كاين اللي خرج راح للجنوب رغم انهم طمئنوه باللي المعابر امنه، ولكن كذب في الكذب يعني. ضربوه هو مسكين رايح للجنوب يعني، فارين بوليداتهم صغار وبناتهم صغار وكذا، مع هذا ضربوهم وقتلوهم وشفنا. فلهذا احنا اليوم في الشمال رانا نخدموا ورانا في قلب المعركه. دوك البركه ما بقاش عملها اغاثي، لان ولات الان في قلب المعركه. اليوم انا عندنا 18 شهيد وزوج لحد الان ماناش عارفين لا احياء ولا اموات. ضربوا لنا المقر، هدموا لنا البيوت تاع الشباب اللي يخدموا معانا، واولهم رئيس المكتب. اول طلعه جويه عطاوه البيت وساكن فيه هو واهله وكذا وخالته. تعرفوا هما الغزاويين عائلات كبار يعني، تلقى العائله ممكن فيها 200 300 واحد وقراب يسكنوا مع بعضهم بعض هكذا يعني، لان تقريبا كلهم لاجئين جايين من فلسطين من الداخل. وبدا الانتقام من البركه، حتى سياره الاسعاف اللي كنا قاعدين نجهزوا فيها ضربوها وقتلوا الانسان اللي كان يجهز لنا فيها واستشهد ابنه وهو مصاب الان. ضربوا لنا القافله اللي دخلناها الى مجمع الشفاء وسلكت يعني. ومن بعد انتقموا من المصور، قالوا له انت اللي درت الفيديو هذا، قتلوه في صبرا في منطقه صبرا، استشهد قبل يومين
يعني الان احنا رانا قاعدين نخدموا بالدم. الاداء نتاع الجمعيه تاع البركه الان في غزه راه بالتضحيات، ماهوش في امن وسلام كي كنا نخدموا من قبل احنا ولا مره مسونا. الخوف الاكبر الان يضربونا المراكز اللي احنا رانا مسؤولين عليها، ونسال الله العفو والعافيه، لان بقى العالم تاع الجزائر وحده اللي رفرف فوق المباني تاع المدارس ولا المآوي ولا كذا، فهذا الان رانا في سباق مع الزمن. المناطق الاخرى اقل ضررا، يعني ما عليهاش الحصار وعليها كما رفح كما خان يونس كذا، هذا العمل فيها راهو جاري عادي، وراهي المراكز تاعنا فيها، ومش غير المراكز، باش نخدموا حتى المراكز الان اقمنا مخيمات تاع الخيم ونوزعوا لهم ونطهي هكذا 70 قدر 80 قدر، ونطهي نوكلوا الالاف، قاعدين نشروا في الحقول تاع الحقول تاع الفواكه، الحقول تاع كذا، ونوزعوا على الناس. مؤخرا شرينا الاغطيه، شرينا الافريشه، الادويه، وزيد على ذلك اليوم البركه صبحت وجهه دوليه، ان الدول الان كي عاد تدخل المساعدات عاد تمد للبركه توزع، وهذا هذه نقله نوعيه في العمل تاع العمل تاع الجمعيه، لانه ما كانش واحد قادر يتحمل المسؤوليه هذه. الهلال الاحمر الفلسطيني عجز لانه الطواقم نتاعو تشتت والناس هربت وكذا، والأونروا الان تخلت على كل شيء لانه ما صبحتش عندها حمايه دوليه كما بقات جمعيه البركه الان راهي في الصدر، راهي تستقبل في المساعدات اللي تجي من خارج غزه. هذا المحور